وده يعني باثبات لكفاءه عصام الحضري انه بالفعل ممكن يكون احنا برضه في اوقات كتير جدا انتقدنا عصام الحضري في بعض المباريات ان هو ممكن يكون مستواه اقل شويه. هناك النهارده انا شفت عصام الحضري بتاع 2008 بتاع 2006، عصام الحضري اللي هو اعظم من اعظم الحراس اللي موجودين في تاريخ مصر. معنا عصام الحضري في الفتره الاخيره والضغوط اللي كانت موجوده عليه اعتقد ان هي اثرت سلبيا في بعض الفترات، ولكن عصام الحضري من اللاعبين اللي ممكن يوصل او يضغط على نفسه عشان يرجع لمستواه العالي تاني. واضح النهارده يكفي ما قاله كل التلفزيون الايطالي وكل الصحف الايطاليه هتتكلم عنه بكره. حتى مارشيلو ليبي سمعته بيتكلم عن عصام الحضري بيقول لك ده حارس عظيم، ما اعتقدش اني شفت واحد زيه قبل كده. ده الكلام اللي قاله مارشيلو ليبي فعلا. جميل يا دكتور. انا اعتقد انه في مباراه اليوم عصام الحضري عاد الى عصام الحضري السابق 2006 2008. واحب اقول واحد شيء، انا في رايي افضل واجمل واغلى هدف لمصر حق حمص اليوم. جميل. واحد شيء لانه غلب ابطال العالم وسجلت لمصر في بطوله دوليه صحيح كاس العالم، وهذا ما يعطي مصر اليوم مرتبه عاليه في افريقيا وفي العالم. جميل. اذا ننتقل مشاهدينا الكرام ايضا عبر الهاتف الى قاهره المعز ومعنا